يا هلا والله وغلا، حياكم ربي متابعيني، شلونكم طيبين؟ شوفوا متابعيني، بسوي معكم الحين كبسة من غير ماء، من غير ولا قطرة موية، ما شاء الله تبارك الله. لكن الكبسة هذه ما تصلح إلا بقدر الضغط عشان تكتم كل شيء تخليه يستوي. الدجاج مع الخضار يبيله ساعة كاملة على نار هادية، اللحم يبيله ساعة ونص بقدر الضغط، لأن ما في موية أبد ولا قطرة ماء. والآن ببدأ معكم، لكن الشرط الوحيد لهالكبسة هذه هو أن تسوي له بقدر الضغط. إن شاء الله لكم فهمتوا. والآن ببدأ معكم بإذن الله. الحين بسوي معكم تتبيلة للدجاج وللخضار. شو بحط بابريكا بارد موجود متجر ماما سارة، بحط تقريبا ملعقة. بحط كركم، يدي اليوم ما ادري ورا توجع. بحط كركم، بابريكا حار شوي، لا تكثرون، شوي بس يعطي لذوعة للدجاج ولهذا. فلفل اسود ضروري الدجاج. بهارات مشكلة، لأننا ما راح نطبخ ماء، لازم البهارات. حاطين الملح، ملح ناعم، تابعيني الله يحييكم ويسلمكم ويرضى عليكم. وبحط صلصة وزيت، شفتوا حط صلصة شوي تقريبا ملعقة ونص، واحط عليها زيت عشان اتبل الدجاج مضغوط. زيت اخلطهن سوا. لا اله الا الله الحي الدائم على خلقه سبحانه. شفتوا خلطهن زين ثم زين. شفتوا خلطتهن. اجيب الدجاج اللي نظفته، شوفوا الدجاجة نظفتها ونقعتها بخل لين راحت الزفرة اللي فيها وكل شيء. الحين احط عليها من هالتتبيلة واتبله. زي ما قلت لكم ما فيها موية، او شلون تدخل البهارات، عرفتوا؟ سووا له مساج من قدام من جوا ومن برا. شفتوا؟ إذا قدرت أعطوني السكين الأحمر، إذا قدرتوا تسوون فتحات من هنا سوي فتحات كذا، ولا قطرة ماء. تخيلوا الموضوع إنه ما في موية أبد. ما شاء الله تطلع حب ودهن. شفتوا تبلناهن. الحين اجيب قدر الضغط، احط الدجاجة كذا على الجلد، احط الدجاجة كذا علشان يتحمر الجلد. شفتوا؟ احطه كذا بالقدر. شفتوا شلون حطيتها؟ خلنا بوريكم. شوفوا الحين احط بصل شرايح. شفتوا البصل الشرايح؟ حطوا على الدجاج. بسم الله. احط بصل، شفتوا هنا؟ شوفوا هذه الخضار اللي بحطها الكبسة هذه، لها كوسة، بطاطس، قرع وباذنجان. التتبيلة حقت الدجاج شوفوا زدت شوي نقطة ماء يمكن نص بيالة، وبتبل به الخضرة اللي بحطها بالكبسة. أهم شيء القرع متابعيني.
تقريبا قرعة. أحط بطاطس، حلوة البطاطس معه، وأحط الكوسة وأحركهن مع بعض لين تغلغلن بالتتبيلة. شفتوه؟ كذلك أحط فلفل حار، حركهن مع بعض لين تغلغلن بالتتبيلة وأحطهم فوق الدجاج. شفتوا هنا الخضار كلها خلطتها مع التتبيلة، والحين بحط عليها شوي زيت عشان ما تجي الكبسة ناشفة حافة، لا حطوا بشوي زيت بما انه ما راح نطبخها بموية. خلاص شفتوا؟ الآن نجيب القدر اللي حطيناه فيها الدجاجة، شفتوا سدحناها على الجلد عشان تتحمر. بعدين شفتوا الخضار هذه أكبه عليه، أكبه فوق الدجاج. شوفوا ما حطيت ولا قطرة ماء إلا اللي بالتتبيلة، بس يمكن نصف فنجان بس. لا إله إلا الله. الحين بشوف موضوع الرز وشو. طبعا اللي بيطبخ الكبسة وشو هو الموية اللي بينزل من الدجاج ومن الخضار، هو اللي بيطبخ الكبسة، يبي يخليها تستوي ما شاء الله تبارك الله. الرز اللي حوله الخضار والدجاج بيصير لين ومستوي، اللي فوق بيصير شوي حب. عاد انتم تخيلوا هالمكس ما شاء الله تبارك الله، حب ودهن ما شاء الله. هذا هو الرز. الرز غسلناه ونقعناه ماء حار بس، من غير سلق ومن غير اي شيء، ما سلقناه ولا شيء، بس غسلته ونقعته بملح وماء حار. الآن بكبه على الخضار، طبعا غسلته من الملح ثاني مرة، وبكبه على الخضراء الحين بحول الله. شوفوا أخذ من غير سلق ومن غير شيء أبد. هنا حطيت الرز ولبته كذا بدياتي. الآن أحط عليه رشة زيت، قلت لكم أنا ما أبي الرز يصير حاف، أرش عليه شوي زيت، سمنة، زبدة، اللي أنتم تبون، وخلاص أغطيه أكتمه بالقدر. وما شاء الله تبارك الله. بالبداية النار عالية لين يبدأ يتستس، لا بدأ يتستس القدر أوطيه على نار هادية لمدة ساعة. الدجاج لمدة ساعة، اللحم لمدة ساعة ونص، لأنه ما فيه ماء، يبي يطبخ على البخار وعلى الماء اللي بينزل من الدجاج ومن الخضر. إن شاء الله تكونون فهمتوا. لكن الكبسة ما شاء الله أنا كل بين فترة وفترة أسويها. شفت النار كيف عالية؟ بالبداية عالية لمدة 5 دقائق لين يبدأ القدر يتستس. حطيه يا خديجة. لا بدأ القدر يتستس خلاص أوطيه. بعدين شوف الرز ترى ملحته، ذريت عليه ملح بس اني نسيت اصور النقطة هذا، وقلبته بالملح لين تعرف لا انطبخ ولا شيء. بعدين كبيته على الخضرة. خلاص ساعة كاملة بقدر الضغط ما شاء الله تبارك الله. بعدين اوريكم كيف كل شيء مستوي وكل شيء ما شاء الله تبارك الله. الطعم ما احكي لكم طبعا لانه ما في ماء، طبخ بعضه ببعضه. سمعتوا التستسة؟ تو يبدأ يتستس يمكن بعد 5 دقائق. الحين خلاص أهدي النار وأخليه ساعة كاملة. في مداخلة بسيطة، روحي فيها لا إله إلا الله، مداخلة بسيطة على القصة اللي قلتها لكم على بال ما كبستنا تخلص. يقول لك إن الحاكم قال خلاص شيلوا اسمي من على الجامع وحطوا اسم الحرمة هذه، ما بفايدة، خلاص الله كاتبه له، وخلي الرياء ينفعن، خلي على ما قال القايل سمعتي عند الناس تنفعن. شيلوا اسمي حطوا اسم الحرمة. ما شاء الله تبارك الله، يعني لقيت الأجر من الله. وما شاء الله إن كتب الجامع ما شاء الله تبارك الله باسمه صار أجره له. شوفوا بعمل بسيط سوتوا بهالدنيا، بس إنها أسكت الحصان. شوفوا شلون بساطة العمل اللي سوته، لكنه هي أخلصت النية لله برحمة الحصان هذا، وأخلصت النية لله. فكلكم أعمالكم خلوة خالصة لوجه الله، وبلازم الناس يدرون عنه.
بس مداخلة بسيطة يعني حبيتها لأني نسيت أذكر لكم هالنقطة دي. الله يجعل نحن وياكم من المحسنين، وأن يعيننا على شكره وذكره وحسن عبادته يا رب، ويقبل منا ومنكم يا رب يصلح الأعمال. هلا والله وسهلا. بسوي مع الكبسة سلطة جدا لذيذة. شوفوا هنا طماط، أحط بادية كبيرة طماط، أحط بقدونس شفتوا، وأحط بصل أخضر، وش أحط عليهن عصير نص ليمونة. هذا وشي، هذه شطة رنا ولا شطة كريستال ولا اللي أنتم تبون، عاد أنتم تخيلوا الطعم. عطني ملعقة يا خالد. شوفوا لا تحطون عليه ملح لأن شطة مالحة، عرفتوا؟ فأنتم بس حطوا الشطة معه واللي قلت لكم عليه بس. استمتعوا مع كبسة شيء مو طبيعي. طبعا أنا كل ما أسوي لكم كبسة بسوي معه نوع من السلطة بإذن الله تعجبكم بحول الله، والله يجعل بالعافية عليكم. هلا والله وسهلا. بسوي مع الكبسة سلطة جدا لذيذة. شوفوا هنا طماط، أحط بادية كبيرة طماط، أحط بقدونس شفتوا، وأحط بصل أخضر، وش أحط عليهن عصير نص ليمونة. هذا وشي، هذه شطة رنا ولا شطة كريستال ولا اللي أنتم تبون، عاد أنتم تخيلوا الطعم. عطني ملعقة يا خالد. شوفوا لا تحطون عليه ملح لأن شطة مالحة، عرفتوا؟ فأنتم بس حطوا الشطة معه واللي قلت لكم عليه بس. استمتعوا مع كبسة شيء مو طبيعي. طبعا أنا كل ما أسوي لكم كبسة بسوي معه نوع من السلطة بإذن الله تعجبكم بحول الله، والله يجعل بالعافية عليكم. الرز بعد ما فتحناه ما شاء الله تبارك الله. يلا خالد البطل يبي يقلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. حلوة. يلا بسم الله. أوب ما شاء الله لا إله تبارك الله. شفتوا؟ شوف الدجاجة، هذا اللي أبيه مقلوبه على الجلد. شوفوا هذا، شوف يا سلام، هذا ما يحتاج غسيل، هذا اللي ما فيها ولا قطرة ماء. شفتوا؟ طبخة ماء اللي ينزل الدجاج والخضار ما شاء الله تبارك الله. شوف الحبة شو مستوية ما شاء الله تبارك الله، واللي فوق صايرة نص ونص، يعني تخيل المكس. شوف الدجاج شلون تحمرت بقاعد القدر تبارك الله. هذه اللي سويت لأبو عيال إن شاء الله بيشيل طقم ذهب إن شاء الله، ولا ساعة رولكس صح؟ رولكس إيه رولكس. يبي يشيل أيام من غير أي تردد ما شاء الله تبارك الله. بوريكم الرز، شوفوا شلون إنه أبيض أحمر وأصفر. شوفوا هذا اللي تحت وهذا اللي فوق. شوفوا اللي فوق، شفتوا شلون اللي فوق ما شاء الله تبارك الله. وشوف الخضار منهري. شوفوا شوفوا البطاطس شلون قطعت. شوفوا شوف الكوسة شلون منهرية بدون نقطة موية ولا قطرة. شوف الدجاجة، بس أنا بيكم تفرجون على الدجاجة شلون متحملة ما شاء الله تبارك الله. شوفوا، الله يجعله بالعافية علينا وعلى عيونكم الحلوة ما شاء الله تبارك الله. إذا رأيتم ما يعجبكم فاذكروا الله.